السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في كل شيء وليه حل. أنت عليك المشكلة وإحنا علينا الحل. لو في أي حد بتواجهه أي مشكلة ما يترددش يبعتها لنا وإحنا إن شاء الله نحاول نساعده. وللتواصل معانا وعرض المشاكل هيلاقي كل التفاصيل في صندوق الوصف تحت. وفي الآخر ما تنساش اللايك والشير والمتابعة عشان نقدر نوصل لناس كتير ونقدر نساعد ناس أكتر. فيلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. مشكلة من العدوى بتقول: كنت بزور بيت أهلي وجوزي بعد الشغل عدى عليا ياخدني، فأخويا قال له تعالى نشرب الشاي على بال ما تغير هدومها. جوزي دخل قعد مع أخويا وبابا وإخواتي البنات ووالدتي. فأخويا بيقول لجوزي: أنت بتحلاش شعرك ليه؟ عيالك خلاص كبروا. قال له: عيالي بيحبوا شعري كده. فأبويا بيقول له: قصر شعرك شوية، الشعر الطويل ده للنسوان. فجوزي قال له: شيء ما يخصكش ولا يخص ابنك. قال له: أنا غلطان يا ابني إني بنصحك عشان محدش يقول عليك كلمة. قال له: لا ما تنصحنيش، انصح ابنك يقوم يشوف له شغل بدل ما هو قاعد بعياله عندك تصرف عليهم. انا ابويا بيشوفني كل يوم ولو شايف اني بعمل شيء غلط هينصحني. اخويا قال له: وانت مالك انت؟ هو بيقول لك هات اصرف على ابني. جوزي قال له: عليك نور، يبقى انتوا مالكوا برضه. ما باجيش لحد فيكم اقول له هات لي علبه كريم لشعري، ما تبقاش اصفر كده من جواك. وانا كل ده بقول لجوزي خلاص اهدى عشان نمشي، واقول لاخويا يهدى مفيش. المهم جوزي قال له: وعلى فكره انا اللي ما رضيتش اكلم لك صاحب الشغل زي ما بتقول، لانك عيل اصفر ما كنتش هتبطل لك حريم مع ابوك. وجوزي اختي عمل وجوز اختي سوى، لان اخويا راح قدم في شغل مع جوزي وجوزي ليه دلال على صاحب الشغل. ولما قال له ابقى كلمني صاحب الشغل، جوزي ما كلمهوش وقال لي لو اشتغل معايا هنخسر بعض، لانه مش هيقبل ان جوز اخته يحاسبه على غلطه في شغل او يقول له اعمل ايه وما تعملش ايه. اخويا قال له: طب اتكل على الله. قال لي: يا ابني ما انا هتكل على الله، وانا باجي لك انا جاي اخد مراتي وبعد كده مش هتتكرر تاني. قال له: لا ما فيش مراتك، عليها الطلاق، ما هي مروحه. جوزي قال لي: يلا عشان نمشي. قلت له: طب اقعد بس ونتفاهم. قال لي: ما فيش تفاهم، هتقومي تمشي. قلت له: هو ينفع شايفه حلف طلاق؟ قال لي: خليكي قاعده جنبه، ابوك يصرف عليك زي ما بيصرف عليه. والبنت قامت ماشيه مع ابوها. قلت لها: تعالي. قالت لي: لا همشي مع بابا. ومشيت وبقالنا في الموال ده فوق ال10 ايام ومش عارفه اروح بيتي ولا اعمل ايه. البنت متبهدله، بياخدها معاه الشغل ولا بتروح دروس ولا بتروح حاجه، مش عارفه اعمل ايه. بص يا ست، كده مبدئيا يعني واضح قوي ان النفوس ما بينهم بعض الشيء، هم مش صافيين لبعض. ايا كان بقى السبب انت ما ذكرتوش في المشكله، فهو النفوس ما بينهم بعض مش صافيه. دي نقطه. نيجي بقى نتكلم في القصه. اولا بدايه الغلط لو تتبعنا الغلط هنلاقوه من والدك. يعني والدك خرج من طور النصيحه لطور الاهانه، يعني والدك اهانه. فطبيعي ان جوزك يرد عليه الرد يعني الشديد شويه دوت. تمام. هو بقى ان والدك ما ادهوش فرصه غير انه يعمل معاه كده. تمام. وتدخل اخوك في كلمه من هنا كلمه من هنا، والنفوس شايله، فالموضوع زاد والخلاف احتدى. تمام. ده بالنسبه للنقطه دي. نيجي بقى لقصتك انت. فانت غلطانه لاكتر من سبب. اول حاجه جوزك اخوك على عينه على راسنا، ووالدك على عينه على راسنا، بس انت في الوقت الحالي انت في ذمه راجل. جوزك طاعته مقدمه عن دول يعني. جوزك طاعته قبل ابوكي وجوزك طاعته قبل اخوكي. تمام. انت انت كنت شاهده الحوار كله وشايفه الخلاف. فجوزك قالك يلا بينا، لا المفروض كنت انت خدتي نفسك ومشيتي مع جوزك. هتقولي مثلا انا خفت اترددت عشان خاطر اخويا رمى يمين طلاق. والله اخوك يمين طلاق هو اللي يشيله، ان انتوا مش في عصمه اخوك ولا في حكم اخوك في الوقت الحالي. اخوك حلف يمين طلاق هو المسؤول عنه، انت مش مسؤول عنه. ده بكلمك في الشرع، انت مش مسؤول عنه، هو المسؤول عن اليمين الطلاق اللي حلفه. تمام. فانت المفروض كنت خدت نفسك ومشيت مع جوزك. طب دلوقتي خلاص اللي حصل وبقالك 10 ايام، لا انت غلطانه. فلازم انت تبادري بالصلح وتحاولي تصالح جوزك لان انت غلطت في حقه. وبعد كده يعني تفهميه، قولي له معلش انا والله اترددت ساعتها وكنت متاخده من المشكله والحكايه وحقك عليا، وحاولي تردي جوزك وتلمي معاه الموضوع. دي نقطه. تاني نقطه لا مهمه جدا، على انت بدل عرفتي وباين قوي ان النفوس شايله بين بعضهم، ما تديلهمش اي مجال يتواصلوا مع بعض عشان يحصل ما بينهم اي احتكاك. يعني انت من ناحيتك انت على تقدر عليه ما تخليهمش يوصلوا ببعضهم. يعني ما تخليش مثلا ايه يحصل كلام ما بينهم وبين بعض،
لان الكلام بينهم وبين بعض هيؤدي الموضوع هيتطور. يعني النهارده المره دي الحمد لله ربنا سترها والموضوع عدى بكلمتين وخلاص وجوزك مشي، ما تضمنيش بكره بعده الخلاف يحتدم يوصل لايه. فانت خليكي بيتك وارجعي بيتك، تمام، وما تتدخليش ما بين المشاكل بين والدك وجوزك. طول ما جوزك راجل مش مقصر معاك في اي حاجه، ما تتدخليش في المشاكل دي، وان شاء الله باذن الله يعني ربنا يهدي النفوس وربنا يسعدك الحال. مشكلة عضوة بتقول أنا زوجة تانية والزوجة الأولى موجودة وبيعدل بينا عادي، مش دي المشكلة. جوزي مسافر، أنا طبيعتي أقعد في شقتي براحتي، ألبس قميص نوم، ألبس شورت، أقعد في الشقة عريانة. والله عادي، أنام في الصالة عند التلفزيون في أي حتة، أشغل أغاني وأرقص مع نفسي، أنكش شعري، أي حاجة. أنا عندي طفل صغير لسه، وجوزي عنده ولد 18 سنة. المهم هو عايز يجي يقعد معايا شهرين الصيف بحجة إنه لقى شغل قريب مني، وده طبعا بيت ابوه، هم سكنهم بعيد عني، انا طبعا مش هكون براحتي ومش عارف اعمل ايه. وقلت لجوزي، قال لي يعني اقول له مرات ابوك مش عايزاك؟ اريد حل يا جماعه، انا عاوزه حلول، عاوزه افكار اطلع بيها من الموضوع ده. بص يا ست، مبدئيا بجوازك من ابو الولد دوت، فالولد دوت اصبح حاليا من محارمك، تمام، لان ابناء الزوج من المحارم. فبالتالي عادي لو قعد معاك، انا بكلمك من وجهه ايه الشر. نيجي تاني نقطة، انت حضرتك قلت هي فترة، يعني فترة الصيف وكده، واحنا يعتبر في اخر الصيف، فهي فترة مش طويلة، حتى شهر شهرين، فبإذن الله ايه فترة مش طويلة، يعني الوضع مش هيستمر معاك. دوت نقطة. تالت نقطة ممكن افهمها لك، ان حضرتك دلوقتي يعني هي زي ما قلت لك فترة هتعدي، فانت مثلا عايزة تعملي اللي في دماغك او ترقصي زي ما انت الوصف اللي انت وصفتيه، ايا كان اللي عايزة تعمليه وتعملي حاجة على هواكي، فممكن في اثناء غياب الولد ده اكيد الولد مش هيقعد في البيت اليوم كله 24 ساعة، دي قصه. او الناحيه التانيه مثلا ايه، عايز تعمل اي حاجه اعملها في اوضتك، تمام. اما بالنسبه لوجودك معاه وقعدك معاه في البيت، فلبس بيت عادي، تمام. بس اهم حاجه ما يصيرش غرايزه، ان دوت شاب، يعني لازم تحط في حسبانك ان هو شاب، من محارمك، بس برضه ايه شاب. فالنقطه دي انت تسالي عليها وتتحاسبي عليها. ده بالنسبه للموضوع دوت. واخر حاجه اقولها لك، في اي لحظه حسيت اي حاجه غلط من ناحيه الولد دوت مثلا، او وصلك اي احساس من ناحيتك انه في حاجه غلط، فلا معلش، انت وقف الموضوع عند حده، وتفهمي مع جوزك وفاهمين انه مثلا ايه مش هينفع. بس ده لما تشوف من ولا حاجه غلط، لا مش هتشوف ولا حاجه غلط، فباذن الله كملي عادي، مفيش اي مشكله، هي فتره وايه وهتعدي، وباذن الله خير، ربنا يسلمك الحال.